صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة فيديو جامد، فيديو العزومات قبل رمضان. تتعلمي بقى احلى صينية بندور عليها على سفرة رمضان، صينية الرقاق البلدي الجامدة، صينية الفراخ البلدي وشوربتها اللي مش هتدوقي زيها، والملوخية على أصولها، شوية لسان العصفور، وعندك كمان تحلية من غير لا بيض ولا لبن. أحلى تحلية هتشوفيها. هنبدأ بفراخنا البلدي الجميلة، ننضفها تنظيفة حلوة، وناخد بالنا من حتت الزفارة من ورا، وننضفها جامد من جناب الوراك والزلال اللي بيبقى فيها. وبعد ما ننضفها التنظيفة اللي هي ونخليها قشطة كده، نبدأ بقى على شغلنا. نبدأ نحط لها شوية الطماطم اللي هنبشرها، أو طماطماية، معلش هي طماطماية هنبشرها، وبصلاية الجميلة. وبعد ما نبشرها نحط عليها شوية الملح والفلفل، وشوية الحبهان مطحون، ورق لوري مطحون، عشان هندعك الكلام ده كله ببعضه، وندعك بيه الفراخ من بره ومن جوه ومن كل حتة. عندك وقت حطي فراخك بعد ما تتبليها التتبيلة دي في تلاجتك تشرب منها كده. طب ما عندكيش وقت، نزليها على شوربتك على طول. هنقطع طماطماية على 4، وبصلاية على 4، فص توم، ورق لوري، حبهان، واحدتين كده فلفل حب، او ما عندكيش حطي مطحون كده زي ما انا حطيته اللي موجود عندك. عندك جزرية حطيها، انا برضو ما كانش عندي. كله بيشتغل وكله ماشي. هنطحنهم كده، او معلش نفركهم كده بايدينا كويس. وبعد كده هننزل عليهم بالفراخ زي ما انتوا شايفين. طبعا فراخك العتائي هتاخد شوية في الشوربة، فطبعا حطي شوية بقى السكر الجمال اللي هيخلي لك فراخك تستوي على طول. طب فراخك شمرت وما بتاخدش حاجة، ما تحطيش سكر، لكن السكر جميل على فكرة جوه الشوربة، بيسرع قوي لو فراخك عتائي، هتاخد وقت كده في السوى. طبعا شوية الكبد والقوانص كده، والجنحة انا دايما بركنهم على جنب لاي اكلة تانية، ودي حركة جميلة قوي. تركنيهم مرة على مرة كمان يعملوا لك اكلة جميلة، تحطيهم تحت بطاطساية، تحطيهم كده تعاكيهم كده بشوية بصل متبلين حلوين كده، وتعملين معاهم شوية مكرونة، وتبقى أكلة وارتحتي منها في يوم. هنا هنحط البوكيه جرنيه بقى بتاعنا، شوية الخضار الجمال، ونحط توابلنا وننزل فراخنا، علشان تدوقي أحلى شوربة ممكن تعمليها مع الفراخ البلدي. بعد ما نزلنا الفراخ البلدي هنسيبها بقى تعيش مع نفسها كده شوية. ونزلي على فكرة كل اللي اتبقى كده من التتبيلة، ما تخافيش، كل ده هيدوب كده جوه شوربتك، وهيعمل شوربة ملهاش حل. هنبدأ كده نحط شوربتنا عشان الملوخية. ولو وصلتي معايا في الفيديو لغاية النقطة دي، يا ريت بقى سبسكرايب ولايكات وكومنت جميل كده منك، اعرف منك بالظبط ان انتي معجبة بوصفاتي. هنبتدي كده نحط ملوخيتنا الجميلة، احنا دايما بنخزنها يعني نعملها بنفسنا ونخزنها. طبعا هنا تيتا حبيبتي، تيتا زوبة مامتي حبيبتي، هي كانت عندي، وطبعا ما ينفعش اتعدى على امي حبيبتي اللي بحب اشرب من ايديها احلى ملوخية. هنا بتقلب ملوخيتنا بعد ما كانت طبعا شوربتك يعني سخنة وتمام. تحطي ملوخيتك، هنا احتاجنا شوية شوربة. دايما ما تحطيش الشوربة كده بزيادة قوي. بعد ما تحطي الملوخية والله احتاجت كده سهلة، هنقدر نحلها. انما نحط شوربة بزيادة هنحلها ازاي؟ افرضي ما عندناش ملوخية، فكده خدي بالك من النقطة دي. هنا خلاص ظبطنا ملوخيتنا، وحطينا بقى حتة التوم، راس توم كده جميلة، وشوية الكزبرة الجمال، ووصل للون العسل ده. نبدأ بقى ننزله على ملوخيتنا الجميلة، ويا عيني على الريحة التحفة اللي كنت هتشميها من ملوخية تيتا زوبة الجامدة. هنا خلاص كده خلصنا ملوخيتنا، وطبعا فراخنا بتتسلق. هنبدأ بقى نشيل فراخنا كده من الشوربة. ودايما لما نشيل الفراخ من الشوربة نصفيها كويس قوي، ونركنها عشان لما نيجي نحمرها ما تقعدش بقى تبهدل الدنيا معانا وتلسعنا، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. هنا صفيناها كويس وهنركنها على جنب. وفي نفس الحلة اللي انا سالقة فيها الشوربة هحط شوربتي كده على جنب، وبعدين هحط شوية سمنة حلوين مع شوية زيت عشان السمنة بتاعتك ما تتحرقش. وتحطي الفراخ بتاعتك جوه الحله طب ليه ما حمرتيش الفراخ في الطاسه مثلا بتاعه التحمير؟ لا، انا هقول لكم دلوقتي ما حمرتهاش ليه. بعد ما حمرنا فراخنا الجميله نرش عليها بقى شويه الملح والفلفل الجمال. بصي منظر الفراخ، بصي يعني بلحايه كده محمره جميله تحفه، بالهنا والشفا. خلصنا كده فراخنا الجميله، هننزل بقى برزنا مكان تحمير الفراخ. بصوا يا جماعه الحاجات دي اللي نازله من الفرخه دي
هتخلّي لِك الرز في حتّة تانية خالص، هتخلّي الرز طعمه تحفة. جرّبي الحركة دي وما تكسّليش تعمليها. ماشي يا جماعة، بعد ما نزّلنا رزنا مكان تحمير الفراخ هننزل بشوربتنا التحفة، وملّحي بقى رزِّك وضبّطيه لو محتاج ملح، مش محتاج خلاص هتغطّي على رزِّك وتبدئي في الرقاق بعد ما جبنا شوية ربع كيلو لحمة والله، ربع كيلو لحمة هنعمل بيه صينية الرقاق دي. حطينا طبعًا بصلاية ونزّلنا اللحمة وتبّلناها، وبعدين بعد ما خلّصنا اللحمة وعصّجناها هنبدأ ندهن صينيتنا دهنة تمام من السمنة، ونبدأ نرُص الرقاق بعد ما بننزّله في الشوربة الجميلة كده زي ما أنتِ شايفاني، وهنحط طبقة اللحمة. أنا ما باحطش اللحمة على فكرة طبقة واحدة في الوسط، أنا باحطها على مرتين، يعني طبقة وبعدين أحط شوية الرقاق وما بينهم السمنة، وبعدين طبقة كمان. على فكرة الحركة دي لمّا بيبقى ما عندكيش لحمة كتير بتحسي إن الرقاق مليان لحمة، ما تحطيش اللحمة يا جماعة في طبقة واحدة في الوسط، تمام؟ جربوها وهتعجبكم، طبقتين كده اللحمة تبقى طبقتين، في آخر طبقة يا ريت في الرقاق نحط بقى الورق يكون مضبوط مش متكسر. عشان يضبط معانا، كده دي آخر ورقة باحاول بقدر الإمكان ما أكسّرهاش، هنضبط كده ورقنا وبعد كده هنبدأ نرشرش كده بالفرشة بتاعتنا شوية شوربة كده صغيّرين على الوش، شوية بُصّي زي ما أنا بس أنتِ مش هتحتاجي على فكرة شوربة تاني، وأنتِ بتسوّيه أنتِ كده خلّصتيه، هاصفّي شوية الشوربة اللي كنت باعمل فيهم الرقاق ليه؟ شوية الشوربة دول أنا هاسوّي فيهم لسان العصفور مع كوباية مَيّة. بس، وهاحط توابله طبعًا، شوية بهارات مشكّلة وملح وفلفل. هنا كان استوى خلاص، أغلي بقى شوية الشوربة الجُمال وأروح منزّلاه. طَب أنتِ ليه صفّيتِ شوية المَيّة الشوربة اللي كُنّا بنعمل فيهم الرقاق؟ لإن أنا كنت أنا يا جماعة عملت من الشوربة دي كل حاجة، الملوخية، يعني أنا عاملة حلة كبيرة جدًا ملوخية، الملوخية والرُز ولسان العصفور ويعني والرقاق، فعشان تكفّي كنت لازم أصفّي الشوية دول. هنا هنبدأ تحليتنا الجميلة، كوباية سُكّر، كوباية مَيّة وهنحط وهنقلّبهم يا جماعة ونُص كوباية زيت ومعلقتين الخَل، هتضربيهم زي الشطورة كده وكوبايتين ونُص دقيق تنخليهم ضروري نخلة جامدة، ومعاهم كيس بيكنج باودر كامل، كوبايتين ونُص دقيق، معاهم كيس بيكنج باودر لازم تنخليهم يا جماعة لإن إحنا مش حاطين لا بيض ولا لبن، ما فيش البيض اللي هينفش لِك، بس صدقيني والله لا تدوقي أحلى كيكة من اللي بتتعمل باللبن والبيض. نزّلنا بحاجاتنا، هننزل كده هنبدأ نقلّب كويس، كده إحنا خلاص هنقلّبها كويس أوي، ماشي يا جماعة، ضروري اوعي تنسي معلقة الخل الكبيرة اللي نزّلناها، أو على فكرة أنا كنت حاطة على فكرة أكبر من معلقة، يعني معلقة ونُص كده حلوين خل، الخل هيشغّل لِك الكيكة دي يخلّيها لِك واو. كده إحنا أهو يا جماعة كده بقى هننزل بنُص كوباية مَيّة سخنة، وده المكون برضه اللي هيخلّي لِك الكيكة تحفة وهشة، يبقى نُص كوباية مَيّة سخنة يا جماعة أنا منزّلاها من البراد من على النار، تمام، هننزل بيها كده إحنا يا جماعة كيكتنا تمام، هندهن صينيتنا بشوية الزيت الحلوين بشوية السمنة براحتك، أنا دهنتها بشوية الزيت، هننزل بقى بخليط الكيكة وندخّلها نكون مسخّنين فرننا عادي خالص زي ما بنعمل أي كيكة، وندخّلها الفرن وهتدوقي يا جماعة أحلى كيكة ممكن تعمليها. طبعًا الحركة دي أنا باعملها عشان الكيكة ما تنفش نَفْشة عالية أوي، عشان لسه هنحط لها الصوص، نُص كوباية لبن، نُص كوباية سُكّر، و وهنحط معلقتين ونُص كاكاو أو معلقتين كبار كده من الكاكاو الخام طبعًا. هنبدأ نضربهم الضربة التمام، هنبدأ نحط عليهم الزيت حبّة، حبّة يا جماعة، الزيت هننزل عليه حبّة، حبّة معلش اللقطة دي ما جاتش، الزيت بعد ما بتضربي بتنزلي عليها حبّة، حبّة لغاية ما يتقل معاكِ. دلوقتي هنبدأ نخرّم الكيكاية بتاعتنا عشان ننزل بنُص كوباية لبن على كيكاية الشرّابة هتخلّي لِك الكيكاية بقى بُصّوا طراوة مش طبيعية، طراوة مش طبيعية، تمام؟ بعد كده هننزل بصوص الشوكولاتة بتاعنا بقى يا جماعة اللي ما لوش حل، اللي أنتِ عملتيه بإيه، نُص كوباية لبن، نُص كوباية سُكّر، ومعلقتين كاكاو، ونُص كوباية الزيت اللي نزلتِ سرسوب عليها، اوعوا سرسوب، هو يعني هو الخلاط شغال وأنتِ نازلة بسرسوب الزيت، هتلاقيه في الآخر هتحسي إن هو إيه بعد ما نزّلتِ الزيت تحسي إنه لسه ما تقلش، كمّلي ضرب وهيتقل.
خلّصنا كده يا جماعة، طبعًا عملنا بتنجان قليناه بالتتبيلة، قرنين فلفل حمر وقرن فلفل أخضر وفص توم، وطبعًا ليمونِك وخلِّك، وأحلى بتنجان وأحلى أكلة يا جماعة. بُصّوا منظر الكيكة يا جماعة، تحفة، تحفة، تحفة. حبايبي أشوفكم في وصفة جديدة.